أهلا بيكم. في موضوع كده بيعدي علينا كلنا بدرجات مختلفة، سواء جوانا أو في ناس حوالينا. الخجل، الإحساس إن الواحد مش كفاية، أو القلق اللي بيظهر في المواقف الاجتماعية. خليني أقول لكم إن إحنا جمعنا شوية أفكار من مقالات وفيديوهات من مصادر موثوقة عشان نحاول نفهم أكتر إيه الفرق بين المشاعر دي، بتيجي منين وعلاماتها إيه، والأهم نقدر نعمل إيه. انتوا في بودكاست تي توكس، ويلا بينا ندردش في الموضوع ده. في 3 حاجات ساعات بنتلخبط بينهم: الخجل، وتدني تقدير الذات، واضطراب القلق الاجتماعي. الخجل ده إحساس مؤقت بيظهر لما نكون في موقف مش مريح مع ناس لسه مش واخدين عليهم، يعني بيجي ويروح، مش حاجة دايما. لكن لما بنتكلم عن تقدير الذات المنخفض فده موضوع أعمق، رأي سلبي مستمر عن النفس، إحساس دايم إنك مش كفاية، إنك قليل. ده بقى بيأثر على كل حاجة تقريبا. أما اضطراب القلق الاجتماعي فده تشخيص نفسي، مش مجرد توتر بسيط. الخوف من حكم الناس بيبقى قوي لدرجة إنه ممكن يعطل حياة كاملة. ناس بتتفادى مناسبات، شغل، دراسة، وده مختلف عن الانطوائية، لأن الانطوائي مش بالضرورة خايف من الناس، هو بس بيشحن طاقته لوحده. لو حد بيسمعني وبدأ يسأل نفسه هو أنا كده، أقول له إن في شوية علامات ممكن تخلي الصورة أوضح. الشك في النفس بشكل متكرر، الاعتذار الزايد حتى من غير ما تغلط، لوم الآخرين باستمرار، ولغة الجسد. ساعات بنكون محنيين كده وبنبعد عن التواصل البصري. جوردن بيترسون بيقول إن الوقفة المنحنية دي كأنها رسالة غير واعية للعالم، كأنك بتقول أنا مش تهديد، سيبوني في حالي. لكن مجرد تعديل الوقفة دي، إنك تقف مفرود، ممكن يغير مشاعرك تجاه نفسك. تفصيلة بسيطة بس تأثيرها كبير. طيب إيه الأسباب؟ ليه المشاعر دي بتحصل أصلا؟ هو الموضوع معقد بس مش عشوائي. ممكن تبقى بسبب تجارب في الطفولة، تنمر، نقد مستمر، تربية ما كانتش بتدعم الثقة. وممكن تكون سلوك مكتسب، شفنا حد بيتصرف كده وقلدناه. الخوف من التقييم السلبي والتركيز الزايد على كل حركة وكلمة، كأننا حاطين نفسنا تحت مايكروسكوب طول الوقت. والتغييرات الكبيرة في الحياة بتزود ده، شغل جديد، إنك تتنقل لبلد جديدة، عزلة اجتماعية، والاعتماد على التكنولوجيا اللي خلى الاحتكاك الحقيقي أقل بكتير. طيب نبدأ نتحرك إزاي؟ هل في حلول؟ في حلول، بس خليني أقولك إن التغيير بيبدأ من طريقة التفكير. بدل ما تغرق في أفكارك السلبية، جرب تركز على اللي قدامك، اسمعه كويس، افهمه، خليك معاه مش مع مخاوفك. نقل التركيز بيقلل التوتر بشكل كبير جدا. وكمان مهم نقف قدام الصوت الناقد جوانا. مش كل فكرة سلبية عن نفسك لازم تكون حقيقية. أنا فاشل، استنى بس، ده رأي ولا حقيقة؟ في كل مواضيعنا كنا بنتكلم دايما عن الخطوات الصغيرة اللي ممكن يكون ليها تأثير كبير. ابدأ بأصغر خطوة ممكنة. خايف تبدأ كلام؟ جرب بس تبتسم لحد غريب، قول صباح الخير لبتاع الكاشير. حاجة بسيطة بس بتكسر حاجز. في تكنيك لطيف اسمه قاعدة ال3 ثواني. لو متردد تعمل حاجة، عد لغاية 3 واعملها
قبل ما دماغك تقنعك إنك ما تعملهاش. وما ننساش لغة الجسد، وقفة مفرودة، تواصل بصري حتى لثواني، إيدك تبان ما تخبيهاش. كل دي إشارات للعقل والجسم إنك واثق حتى لو جزء منك لسه متوتر. وحضر مواضيع بسيطة، مواضيع عن الجو، عن خبر عام الناس بتتداوله اليومين دول، واسأل أسئلة مفتوحة تخلي اللي قدامك يتكلم بحرية. لو شايف إن اللي بتحس بيه بقى معطل حياتك، بيأثر على شغلك، دراستك، علاقاتك، لو التجنب بقى القاعدة مش الاستثناء، لو بتجيلك نوبات هلع، ساعتها لازم تقول أنا محتاج مساعدة. وده مش ضعف، ده شجاعة. في علاجات فعالة زي العلاج السلوكي المعرفي CBT، وفي حالات ممكن تحتاج أدوية زي اللي بتقلل أعراض القلق الجسدية، وفي تقنيات تهدئة ذاتية زي التنفس التدريجي والاسترخاء التدريجي والمايندفولنس، كلها أدوات بتساعد جدا. الخجل، تدني تقدير الذات، القلق الاجتماعي، كلها حاجات بتحصل، بس لما نعرف نميزها نقدر نبدأ نتحرك، نغير طريقتنا في التفكير، نركز أكتر على اللي حوالينا، نبدأ بخطوة صغيرة، نعدل في لغة جسدنا، ونفتكر دايما إن المساعدة موجودة. وسؤال أخير كده للتفكير، إيه ممكن يتغير في حياتك لو قدرت تتغلب على حتة صغيرة من الحواجز دي؟ وإيه ممكن تكون أصغر خطوة تقدر تاخدها النهاردة؟ مجرد قرار إنك تواجه، حتى بنظرة، بابتسامة، بكلمة. وخليكوا دايما ماشيين لقدام. ما تنسوش تعملوا لايك للحلقة، تشاركوها مع حد ممكن يستفيد، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة من بودكاست تي توكس. شكرا لكم.